على أبرز ما عنونته الصحف الخليجية التي صدرت اليوم، فأهلا بكم. أبدأ وإياكم مشاهدينا من الصحف الكويتية هذه المرة، ومع صحيفة الرأي التي نقلت عن الصحافي محمد عبد القادر الجاسم من تغريدات له عبر موقع تويتر. قال فيها أو عنونتها الصحيفة: محمد عبد القادر الجاسم يكشف، يشخص ويتهم، ويقول إن الغالبية انتهت والحراك تفتت بفعل فاعل. وقال الجاسم إنه ابتعد منذ نهاية نوفمبر العام الماضي عن المشاركة في إدارة توجيه الحراك، واكتفى بحضور بعض الفعاليات بعدما لمس مؤشر تخاذل أو تراجع، وذلك بعد خطاب النائب مسلم البراك في ساحة الإرادة، وارتبكت غالبية الأغلبية وبعضها حاول إعادة الخطاب السياسي إلى خانة رئيس الوزراء. ننتقل إلى صحيفة القبس التي نقلت عن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك قوله: لا جيش مهدي في الكويت. رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرنج قال أعلن أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغه خلال اتصال عدم وجود أفراد ما يسمى بجيش المهدي في الكويت، وأن هذه المعلومة غير صحيحة تماما. نختتم الصحف الكويتية لليوم مع صحيفة الوطن، وفي عددها نقرأ: إذا استمرت بإنفاقها الحالي وفائض الميزانية لا يضمن استقرارها الاقتصادي. السفير الكوري يقول: الكويت تستنزف كل مدخراتها بحلول عام 2017. الكلام إذن جاء على لسان سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الكويت، الذي كشف أنه إذا استمرت الكويت وفق المعدل الحالي فستستنزف كل مدخراتها بحلول عام 2017، وذلك وفق صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن الفائض السنوي في ميزانية الكويت البالغ 15 مليار دينار لا يضمن استقرارها. ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر أيضا جاء في صحيفة الوطن الكويتية. هذا الخبر يتحدث عن مراهقات تونسيات إلى سوريا تلبية لفتوى كاذبة بجهاد النكاح. وفي التفاصيل فقد أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل ما يسمى بجهاد النكاح، أي التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا. وبحسب الخبر أيضا ففي 27 من فبراير عام 2012 أعلنت وزارة المرأة والأسرة تسجيل عدة حالات اختفاء الأطفال المراهقين إثر ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجيش الفكري والعقائدي. ننتقل إلى الصحف السعودية، ومنها اخترنا صحيفة المدينة، وفي عددها اليوم: قروض لخريجي الجامعات والمعاهد الصحية تصل إلى 8 ملايين ريال. من عناوين المدينة الأخرى أيضا: الصحة، وقف التعامل مع المصانع المتورطة في استيراد لحم الخيل. نختتم جولتنا الصحفية لليوم مع البيان الإماراتية، وفيها نقرأ عن 6 تسجيلات تفاجئ التنظيم السري بكشف مخططهم. الخبر يقول إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا فاجأت وخلال الجلسة الخامسة لمحاكمة المتهمين بالتنظيم السري غير الشرعي تفاجأت ب6 أحراز تتضمن تسجيلات صوتية ومرئية ل6 اجتماعات عقدوها أثبتت ضلوعهم في التخطيط للاستيلاء على الحكم في الدولة، وهو ما أدى إلى اعتراف بعض المتهمين بحضورهم هذه الاجتماعات والمشاركة فيها أيضا، بينما أنكر البعض الآخر، الأمر الذي دفع قاضي المحكمة إلى إحالة كل الأحراز إلى المختبر الجنائي الإلكتروني في شرطة دبي والمتهمين الذين أنكروا بهدف مطابقة بصمة الصوت وتزويد المحكمة بالنتائج في جلسة 16 من أبريل المقبل.